ايه اللي بيوحش سمعة المصريين في ايطاليا؟ في كل مكان تلاقي مصريين حشيش. اول حاجه احنا جايين هنا ناكل عيش واترمينا في البحر وشفنا اللي محدش شافه عشان نوصل هنا وربنا يكرمنا ونوصل هنا. يعني لازم نراعي ربنا في لقمه عيشنا، لان احنا شفنا الموت في البحر بجد وكنا نتمنى ان احنا نوصل، والحمد لله ربنا انعم علينا ووصلنا. احنا جينا هنا عشان ندور على اكل عيشنا بالحلال وما نمشيش في سكه المخدرات. في كل مكان تمشي فيه تلاقي مصريين كتير كتير قوي كمان بيبيعوا حشيش، واللي يجي جنبك كده ويقول لك عايز حشيش يا صاحبي ومش عارف ايه والكلام ده. احنا جايين هنا يا صاحبي عشان ناكل عيش ونراعي ربنا في لقمه عيشنا ونراعي ربنا في اهلنا اللي مستنييننا، يعني مستنيين ان احنا اللي نساعدهم، ان هم املهم فينا احنا. لازم نراعي ربنا في كل خطوه، وكلنا هنا برضو جايين عشان نكون مستقبلنا ونعرف نتجوز، فما نمشيش نعاكس في بنات الناس، بالذات البنات المصريه اللي انتوا بتشوفوهم، عشان ربنا يكرمنا ونقدر نجمع القرش اللي احنا جايين علشانه ونكون حياتنا ونتجوز ونخلف ونسعد